السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في وصفة جديدة. شايفين صينية الكوسة القمر دي؟ عملتها بطريقة سهلة هتعجبكم بإذن الله. لو أي حد ما بيحبش الكوسة جربوا الطريقة دي وهتحبوها وتعملوها باستمرار. طريقة سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت، وكلها في صينية واحدة يعني. طعمها تحفة. شايفين هنا الكوسة مستوية، بس كل قطعة زي ما هي. شايفين القطع الكوسة عاملة ازاي، مش مهرية. كل قطعة مستوية يعني زي ما هي يعني واحدة بوحدتها يعني. تمام، ومبتاخدش وقت. ولو حابين تعرفوا الطريقة يلا بينا. هجيب عندي مقدار من الكوسة، كيلو ونص زي ما انتوا عايزين. طبعا بغسلها وانا ما بنجرهاش، بسيبها كده وبقطعها قطع متوسطة السمك، يعني ما بتبقاش سميكة قوي علشان ايه تستوى معايا بسرعة. شايفين السمك ده، اللي هي رفيعة قوي ولا سميكة قوي. تمام. بعد كده هجيب الصينية اللي هسوي فيها، وعندي هنا ده بصل متقطع حلقات، وعندي ملح وفلفل والسبع بهارات. اوكي، هحط هنا البصل بالتوابل على الكوسة، وندعكهم بقى ايه مع بعض دعكة ايه حلوة كده عشان الكوسة تتشرب بالتوابل والبهارات. عندي فصين توم مفرومين برضو، ندعك كله ايه مع بعضه بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي عصير الطماطم هضيفه عليها، وعندي هنا كوباية شوربة. لو ما عندي كيس شوربة حط ايديكي وهتبقى زي العسل هنا عندي مادة دهنية، انا حطيت زيت ذرة. تحبوا سمنة تحطوا زبدة، انا حطيت زيت ذرة بيبقى خفيف ويخلي طعم الكوسة حلو. بعدين هنا انا حطيت لحمة مسلوقة، بتخلي الكوسة بتبقى تدي تست حلو، واللحمة بتبقى حلوة قوي. لو مش حابين تحطوا لحمة اعملوها كده على طول من غير لحمة، وتبقى من ايديكم زي العسل، زيكم كده يا عسلات. هحطها بقى ايه على البوتاجاز من فوق تغلي شوية. لو حابين تعملوها على البوتاجاز من فوق سيبوها بقى ايه، غطوها بقى وسيبوها لغاية ما تستوي. بس انا ايه هخليها تغلي شوية كده. شايفين شكلها جميل ازاي، الالوان جميلة ازاي. بعد كده هدخلها الفرن وهسيبها لغاية لما تستوى في الفرن. ده لما طلعت بقى من الفرن شايفين شكلها تحفة ازاي وريحتها فظيعة. وصفة، شايفين الوصفة سهلة ازاي. شايفين شكل الكوسة عامل ازاي. كنت معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي يا جوجو. سيبكم في رعاية الله وأمنه، مع السلامة.